التهاب الجلد هو حالة غير معدية، يظهر فيها الجلد باللون الأحمر، متورم، جاف، ومصحوب أحياناً ببثور أو حكة أو ألم. وتختلف أنواعه بحسب المسبب، منها ما يظهر بسبب الحساسية أو التلامس مع مواد مهيجة أو لأسباب صحية داخلية مثل القصور الوريدي. من أبرز أنواعه التهاب الجلد الدهني، قشور صفراء في فروة الرأس. التحسسي الذاتي، طفح ناتج عن التهابات فطرية. الركودي، في الكاحلين نتيجة مشاكل بالأوردة. الدرهمي، بقع على شكل عملة معدنية. التماسي التحسسي والمهيج بسبب مواد كيميائية أو مسببات تحسس. الناتج عن خلل التعرق، يصيب اليدين والقدمين ويؤدي لتقشر وبثور. أما عوامل الخطر فتشمل وجود تاريخ عائلي من الربو أو الإكزيما، طبيعة العمل اللي تتطلب التعرض للمواد الكيميائية، الإصابة بأمراض مزمنة مثل الإيدز أو باركنسون، ويشيع بعض الأنواع في الطفولة مثل التأتبي. الفحص المبكر والعناية بالبشرة بانتظام يساعدان في التحكم بالحالة وتخفيف الأعراض. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.